بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حبايبنا الغاليين، يا رب نكون بخير كده ونكون مذاكره ماشيه معانا زي الفل. وزي ما قلت لك، لو في حاجه وقفت قدام منك ابعت لي عادي. الناس اللي بتبعت لي اسئله انا برد عليها على الواتس عادي. ابعتوا لي اي سؤال اسئله عندكم يا حبايبي. تعالى بقى في الجزء دوت، في الفيديو دوت هنقول لك الجزء الثاني من الاستقراء. احنا كنا في الفيديو اللي فات قلنا لك الجزء الاولاني انواع الاستدلال، استنباط واستقراء. في الفيديو ده هنقول لك بقى ايه الحجج المنطقيه ايه. وخد بالك الحجج بتيجي برضه باستمرار، حجه استنباطيه، حجه استقرائيه. انتقالك من العام الى الخاص حجه استنباطيه، حجه يقينيه، حجه صحيحه او باطله. مهما زاد من مقدمات النتيجه بتفضل زي ما هي. وحجه صوريه، الحجه الاستقرائيه زي ما قلنا في استقراء، انتقالك من خاص الى عام. حجه استقرائيه حجه احتماليه. الحجه الاستقرائيه ممكن تبقى قويه او ضعيفه، مش صحيحه ولا باطله. الحجه الاستقرائيه حجه احتماليه مش حجه يقينيه. دي بس كده هتبقى ايه دردشه كده سريعه على انواع الحجج كده، بس ايه فكره سريعه عليها. وشوف برضو من اسئلتك تاخد معلومات تاني زياده عليها. يعني تعالى شوف مثلا السنه اللي فاتت قال للعيال ايه في مايو 23. اما قلنا للطلبه حبيبي جميع الدهون غير المشبعه تعتبر صحيه مفيده. المكسرات دهون غير مشبعه، اذا المكسرات تعتبر صحيه ومفيده. ده المثال اللي عندك، واحده واحده بس كده. فوق قلنا جميع الدهون، فحكمنا على الدهون كلها منها غير مشبعه تعتبر صحيه. وفي النتيجه حكمنا على المكسرات كنوع من الدهون ديت. فانتقلنا من العام الى الخاص. انتقلنا من العام للخاص زي ما قلت لك. يعني حجه ايه يا حبيبي؟ يعني حجه استنباطيه اللي بتنقلني من العام للخاص، باديه بكل جميع كاف اي حاجه. طب انا بقى فيهم حجه استنباطيه بقى في الامثله اللي عندنا دي يا عم شريف. واحد، يستحيل الحكم عليها بالصحه او البطلان. لا، دي الحجه الاستقرائيه. انما الاستنباطيه احكم عليها صحه وبطلان عادي. صحتها يعتمد على واقعيه المقدمات، دي الحجه الاستقرائيه. لازم ارجع فيها الواقع لانها حجه ماديه. قد تقوى او تضعف باضافه مقدمات جديده، دي الحجه الاستقرائيه اللي تقوى او تضعف باضافه مقدمات جديده. انما الحجه الاستنباطيه نتيجتها تلزم عن مقدماتها لزوما صوريه لانها حجه صوريه. مش شرط يقول لك بقى من عام لخاص او من خاص لعام. ما تركزش قدام في استنباطيه استقرائيه عام وخاص وخاص وعام بس. افهم الحجه الاستنباطيه صوريه، الحجه الاستقرائيه ماديه، الحجه الصوريه عقليه، الحجه الاستقرائيه تجريبيه، الاستنباطيه يقينيه، الثانيه احتماليه. والكلام ده كله انتوا عارفينه. اتنين، تقنين الشباب لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجعلهم يتمتعون بصحة نفسية وعقلية جيدة، وهذا لوحظ من خلال مشاهدة حالات فردية. لاحظنا حالات فردية وصلنا لحكم عام. انتقلنا من خاص إلى عام. لما انتقل من خاص إلى عام بقت حجة إيه يا باشا؟ قول. بالله ينور عليك، حجة استقرائية. يعني كده في اتنين هستبعدهم. تمام، هنستبعد ب ونستبعد د لأن الاتنين على الاستنباطية. ماشي كده يا حبيبي؟ يبقى عند سيادتك اتنين استقرائيه. استقرائيه تصل لدرجه اليقين، ولا استقرائيه تتجاوز نتيجتها موارده بمقدمتها. اولا استقرائيه درجه اليقين دي مستحيل، مفيش حجه استقرائيه يقينيه. احنا قلنا الحجه الاستقرائيه مالها احتماليه، لكن استقرائيه تتجاوز نتيجتها موارده بمقدماتها تمام، لان بنتقل فيها من خاص الى عام، بتبقى النتيجه عند سيادتك اكبر من المقدمات. لاحظنا حالات فرديه ثم حكمنا ايه الحكم العام بتاعنا. اجابتك الصحيحه كانت رقم ج. 3، جه في مايو 21. كل طلاب العلم محبون للقراءه والاطلاع. ابتدينا بكل اهو. حاملوا المؤهلات العليا طلاب علم. ثم اذا حاملوا المؤهلات العليا محبوبون للقراءه. انتقلت من عام الى خاص، وانتقلنا من عام لخاص تبقى حجه استنباطيه. وكده قال لك كده، هو حتى كده قال لك في السؤال يكشف المثال السابق عن حجه استنباطيه صحتها وبطلانها توقف على ايه؟ ركز. صح او قلت الحجه الاستنباطيه صحيحه او باطله. طب متوقف على ايه؟ مطابقتها للواقع الخارجي. مالهاش علاقه بالواقع الخارجي، الديسكريه بتاعت واقع خارجي. طب جذب جميع قضاياها تبقى قضاياها كلها كاذبه، قضاياها كلها صادقه، مالهاش اي علاقه. مطابقه الحجه للواقع الفعلي، دي الحجه الاستقرائيه بتاعت الواقع الفعلي. انما الحجه الاستنباطيه تبقى صحيحه لزوميه نتيجتها عن مقدمات. احنا قلنا حجه صوريه، النتيجه تلزم عن المقدمات. تعالى في 4، يقول تريسي بويل قولك بان زعما ما صادق
تعني انك تقول ان ما تم زعمه يقرر كيف تكون الاشياء واقعيه. اربط عند، انا مش فاهم الجزء الاولاني من السؤال يا مستر. قولك ان زعما ما صادق يعني انك تقول ان ما تم زعمه يعني ايه؟ يعني لو انت افترضت ان في حاجه صادقه، مثلا كلام انت قلته وعايز تبقى صادق، كمل بقى سؤالك كيف تكون الاشياء واقعيه. الاشياء الواقعيه اما ارجع للواقع، دي حجه استنباطيه ولا حجه استقرائيه؟ قول يلا. دي حجه استقرائيه. الله ينور عليك. طب ايه من اللي عندي يمشي حجه استقرائيه؟ مقدماتها اساس حاسم صدق النتيجه، دي الحجه الاستنباطيه. مقدماتها دي من المعلومات الاستنباطيه برضه لانها يقينيه. نتيجتها تلزم لزوم سوري عن مقدماتها، دي برضه استنباطيه. نتيجتها صدقها صدق يقيني، دي برضه استنباطيه. شفت بقى الاستبعاد فادك ازاي؟ 3 معلومات عن حجه استنباطيه واحده. الاجابه الصحيحه عند السيادة كانت رقم 4، مقدمات تشكل بعض الدعم للنتيجه، لان في الحجه الاستقرائيه المقدمات مش اساس حاسم للنتيجه، دي كانت في استنباطيه. اما الاستقرائيه المقدمات بتدعم النتيجه بس. يعني اما تبقى النتيجه بتاعتك قويه، النتيجه بتاعتك تبقى ضعيفه، لكنها في الاخر كلها احتماليه زي ما قلنا لك الاستقرائيه. مش محتاجة حاجة يعني. سؤالي رقم 5، أنتج البستان كمية كبيرة من التفاح علبت في صناديق، وعندما فتحنا أحد تلك الصناديق فتحنا أول صندوق، شاهدنا أنه ممتلئ بالتفاح الناضج الطازج، وكان الحال هكذا عند ملاحظة الصندوقين الثاني والثالث. يبقى أنا كده لاحظت كام صندوق؟ 3 صناديق. فاستنتجنا إن كل التفاح المقتطف ناضج وطازج. من ملاحظة ال3 حالات استنتجت كل الحالات. ده اني حجه يا استاذنا انتقلنا فيها من خصل عام، من خصل عام. دي الحجه الايه؟ الاستقرائيه. الله ينور عليك. طب الحجه الاستقرائيه اني حاجه فيها؟ احتمالي، قبلي، يقيني، سوري. سوري يعني عقلي يعني استنباطي، ما تنفعش. يقيني يعني استنباطي، ما تنفعش. قبلي ما تنفعنيش، ملهاش علاقه خالص. انما اجابتك الصح حبيبي كانت ان صدق انها احتمال ان الحجه الاستنباطيه حجه احتماليه. ما انا قلت لك خد بالك من المعلومات الثانيه بتاعتها. الاستقرائيه كانت حجه احتماليه من خاص الى عام، وانتقالك من خاص لعام عملت حجه استقرائيه احتماليه. 6، قد يطلب المعلم من طلاب رسم عده مثلثات متنوعه، ثم يطلب منهم استخلاص الخاصيه المشتركه بين كل هذه المثلثات ليصل الى قانون عام. قال لهم يا جدعان ارسموا لي شويه مثلثات عشان نوصل منها لحكم عام على كل المثلثات. يعني انتقلنا من الخاص الى العام. اما انتقل من خاص لعام يعني استنباطيه ولا استقرائيه؟ يعني حجه استقرائيه. تمام. طب اني واحده بيهم؟ اولا في 2 استبعاد تماما. يعني في جيم استبعاد لانها استنباطيه، في ده الاستبعاد لانها استنباطيه، لان اجابتك استقرائيه. اني واحده فيهم بقى؟ استقرائيه النتيجه فيها قضيه خاصه، ولا استقرائيه النتيجه اكبر من المقدمات؟ اولا مفيش استقرائيه النتيجه خاصه. النتيجه الخاصه دي الاستنباطيه، بنتقل من عام لخاص فالنتيجه خاصه. انما في الاستقرائيه النتيجه بتبقى قاعده عامه، لان بنتقل من خاص لعام. فالاستقرائيه النتيجه فيها اكبر من مقدمات. ماشي يا باشا؟ تمام. طب انت بتقول لي يا عم شريف الحجه الاستنباطيه صحيحه او باطله؟ الاستقرائيه قويه او ضعيفه؟ طب نعرفها بقى ازاي؟ شوف مثلا في الاسئله بتاعت سيادتك اللي عندك، مثلا الاسئله الجايه دي حلوه قوي. في النماذج السنه اللي فاتت جابوا العيال سؤال قال لك يعاني اغلب الناس من ضعف البصر، مش كلهم اغلبهم. لا يسمح لضعاف البصر بقياده السيارات، اذا من المحتمل الا يسمح لبعض الناس بقياده السيارات. اولا عندك حاجتين، ما دام مش بادي عندك بكل او بجميع او بكافه كل واخواتها ما تبقاش استنباطيه خلاص. بعض واخواتها استقرائيه، بعض، معظم، قليل، كثير، غالبيه بقت استقرائيه. ماشي يا حبيبي؟ ثانيا ما دام قال لك من المحتمل في النتيجه بتاعت سيادتك، ادي تاني حاجه بقت استقرائيه. فانت عندك هنا عندك هنا مفتاحين للسؤال يقول لك انا استقرائيه مش استنباطيه. في النتيجه من المحتمل، ودي تبقى استقرائيه مش استنباطيه. فاول مقدمه كلمه اغلب مش كلمه كل. يعني انت وانت مغمض كده حبيبي هتستبعد لي ب، هتستبعد لي د، لان دي مش حجه استنباطيه. عارف لو كان قال لك يعاني كل الناس بقت استنباطيه خلاص، لكن قال لك اغلب الناس دي حجه استقرائيه.
ماشي، اذا دي حجه استقرائيه. حجه استقرائيه ايه بقى يا باشا؟ قويه ولا صحيحه؟ اولا مفيش حجه استقرائيه صحيحه. الحجه الاستقرائيه هنا يا باشا دي حجه قويه، لان الحجه الاستقرائيه اما قويه او ضعيفه. طب لو كان بدل الاستقرائيه ضعيفه يا مستر اختارها؟ اقول لك لا. اغلب، كثير من، معظم، غالبيه عظمى، اما تكون في المقدمه الاولى بقت حجه قويه. طب قليل من، واحد من، في المقدمه الاولى بقت حجه ايه يا باشا؟ حجه ضعيفه. هنا قال لك يعاني اغلب الناس، بقت ساعتها حجه استقرائيه قويه. في 8 قال لك كثير من اساتذه الجامعه طلاب علم ومال، كتير منهم، والواد نبيل استاذ جامعه، يبقى ربما، يبقى الواد نبيل طالب علم ومال. كثير من، ما قلناش كل. لو قلنا كل بقت حجه استنباطيه يا معلم، بقى ساعتها بقى حجه بقى صحيحه، حجه فاسده. احنا قلنا لك كثير من، كثير من بقت حجه استقرائيه، وقلنا لك ربما. طب الحجه الاستقرائيه سليمه، صحيحه، ضعيفه، مرجحه؟ اولا مفيش حجه استقرائيه سليمه. استقرائيه قويه ضعيفه زي ما اتفقنا. صحيحه تتقال على الاستنباطيه. طب دي بقى ضعيفه ولا قويه؟ قال لك كثير من، ما قالش قليل من ولا واحد من، بقت ضعيفه. اذا يا استاذنا الصح انها حجه مرجحه. ويعني ايه مرجحه يا مستر؟ يعني حجه قويه، لان دي حجه استقرائيه قويه باديه بكثير من. تعالى في رقم 9، قالوا للطالب كل بلد ضمت مراكز للعلم معطلا للعلم. ابتدينا هنا بكل بلد، بعد كده رحنا مخصصين. مصر ضمت اقدم مركز للعلم اكثره عددا. محدش يقول لي هو فين، انا ما اعرفوش اساسا فين. لذا مصر موطنا للعلم من عام لخص. وحتى سائلها للطالب كانت في نماذج 21 يعطي النص السابق مثالا لحجه استنباطيه تعتمد صحتها على ان. صحه الحجه الاستنباطيه تعتمد عليه بقى يا باشا، واداك اختيارات. اولا كذب مقدمتها يضعف من النتيجه بتاعتها، ملهاش اي علاقه باستنباطيه. نتيجتها تلزم عن مقدمتها لزوم ضروري، تنفع بس كمل. صدق نتيجتها رغم كذب مقدمتها، قلنا حجه استنباطيه ملهاش علاقه بصدق المقدمات او كذب المقدمات. تبقى المقدمات كلها صادقه كلها كاذبه ماليش دعوه، المهم النتيجه جايه من المقدمات. صدق مقدمتها يرجح، ده تروح كده للاستقرائيه. اذا الصح يا باشا واللي بقى عند سيادتك كان ايه؟ نتيجتها تلزم عن مقدمتها لزوم ضروري. اخر سؤال في الحجج. ارتفعت نسبة البطالة في الستينيات من القرن الماضي نتيجة لزيادة الحروب على مستوى العالم. حدث هذا في السبعينات ولاحظنا هذا الوضع في عقد الثمانينات. إذا ربما يتسبب اتساع الحروب في العالم إلى تفاقم نسبة البطالة. ربما صدق نتيجة الحجة السابقة، وده اختيارات ده جت في نماذج 21. طبعا دي حجة استقرائية من فصل عام، وقال لك ربما. طبعا ربما مش محتاجه مننا فقاقه ولا حاجه، يعني ربما يعني ايه؟ ما تتغباش. ربما مش صوري، ربما مش يقيني، وحياة ابوك ما تتغابي. ربما مش قبلي، قبل دي حاجه فطريه من الاول. ربما يعني ايه يا باشا؟ يعني احتمال، يعني حجه استقرائيه احتماليه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ماشي يا غالي، اتفقنا. ادي يا معلم اسئله الحجج الاستنباطيه والاستقرائيه. ممكن يجي لك برضه حجه باديه ب3 مقدمات، ما دام 3 مقدمات في الحجه وصلت نتيجه دي بقت حجه استقرائيه على وانت مغمض، من فصل عام او حتى من عام لعام. كل الطيور لا اجنحه وتطير، او حتى من عام لعام. مثلا كل العصافير طيور ولا اجنحه وتطير، او حتى من فصل خاص عادي جدا. محمد طالب ويحب العلم، احمد طالب ويحب العلم، يوسف طالب. اذا ربما يوسف بيحب الايه؟ العلم. من اشهر بقى انواع الحجج دي يا باشا في حاجه اسمها حجه بالمماثله. فاكر التماثل بين شيئين، التناظر بين شيئين، تشابه بين شيئين. عايزين نشرح شيء غامض غير مألوف لما شبهه بشيء مألوف عشان نعمل حاجات جديده. لما قال لك زي ما قال لك في كتاب المدرسه مش عارف طعم سمك السلمون، تشبهه بطعم سمك البوري. شوف اسئلتها ماشيه ازاي بقى عند سيادتك. في مايو 23 ده سؤال السنه اللي فاتت. قال للطالب يرى اندري امبير وجورج سيمون ان الماء ينساب عبر انبوب عريض وقصير بطريقه اسهل من انسيابه عبر انبوب ضيق وطويل. دي حقيقه ماشي. وكلما ازداد ضيق الانبوب او طوله ازداد مقاومته لتيار الماء. الخرطوم كتير او سن.
وكذلك الحال اقفش بالنسبة للكهرباء، زيها زي الكهرباء بالظبط. يمكن أن نتحدث عن زيادة مقاومة الموصل للتيار الكهربائي كلما كان أدق وأطول. وقعد يقول، قعدت تفكر السنة اللي فاتت طب الخرطوم، طب الأنبوبة. أنت مالك خرطوم إيه وأنبوبة إيه يا عم الحاج؟ انت مالك، انت مال شكلك، وانت مال اهلك، انت مالك انت. كذلك الحال زيه زي إيه يا باشا؟ إحنا شبهنا خرطوم المية بخرطوم الكهرباء بس ليس إلا، ودي قايمة على استبصار. تفهم دي مماثلة، تواصل بين شيئين ما ينفعش نختارها. المماثلة مش قايمة على التواصل. طب تنافر يعني اختلاف بين شيئين ما ينفعش اختارها. توافق بين رأيين مستحيل اختارها. فكرة التماثل قايمة على فكرة واحدة عشان دي بتيجي كتير. المماثلة قايمة على التماثل بين ظاهرتين، ولا تواصل ولا تنافر ولا توافق. مايو 22 يقول جوناثان سميث: إذا كان شيئان متشابهان من ناحية ما، آدي التشابه وآدي المماثلة يا باشا. فهما متشابهان من جميع النواحي، ويدعى هذا أيضا بالتجانس. فمثلا لكل من كاش ونيمورد شعر أحمر، ده عيلين، وكاش حاد الطباع، إذا نيمورد أيضا حاد الطباع. أنت شبهت ده بده يا معلم، فاستنتجت إن دوت حاد الطباع زي ده بالظبط. يعكس ذلك الاستقراء ودوره من حيث انه شرح الامر. الاستقراء بيشرح امر ايه يا معلم؟ امر مألوف؟ لا، بيشرح امر متناقض، مش هدف الاستقراء. امر متنافر، مش ده الهدف بتاع الاستقراء. في الاستقراء احنا بنشرح هدف غير مألوف، يعني بنشرح امر غامض لما نشبهه بامر اخر غير غامض. اكد لك عليها في المراجعات. اغسطس 22 اكتشف العالم الفيزيائي الانجليزي جوزيف واتسون الكترون عام 1896 خلال تجاربه في مجال التفريغ الغازي. الراجل اكتشف الالكترون وبيعمل في التفريغ الغازي، شبه بين ده وبين ده. اي التيار الكهربائي في غاز متأين، ومحدش يقول يعني ايه غاز متأين. انت يعني فهمت السابق؟ اصبحت حركة الالكترون هي النموذج المعتمد لتفسير التيار الكهربائي. شبهنا ده بده. وزي ما قلنا من شويه، الاكتشاف السابق يعطي كمثال بناء العلم واختراع التكنولوجيا قد يعتمد على استبصار. مفيش بقى تنافر زي ما قلنا الله يبارك لك، ولا توافق الله يبارك لك، ولا تواصل الله يخليك. هي كلها قايمه على فكره واحده بس، قلت لك ما تغيرهاش الله يكرمك. هي فكره التماثل، التشابه، التناظر بين ظاهرتين. تعال نشوف رقم 5. رقم 5 جه اغسطس 21. قيام العالمين آرثر كينلي وأوليفر هيفيسايلد بالعثور على حل فيما يتعلق بإرسال إشارات لاسلكية إلى نيوفاوندلاند، استنادا على اعتقادهما بوجود طبقة عاكسة من الغلاف الجوي تعمل كالمرآة. وريحك، تعمل زيها زي المراية بالظبط. زي المراية بالظبط يعني إيه يا باشا؟ يعني مماثلة. الله ينور عليه. ما قلنا بقى التشابه يعني ولا استنباط، يعني ولا قانون، يعني ولا حجة. قال لك دي زي دي بالظبط، زي المراية بالظبط، عملنا مماثلة. يعني السؤال جه على المعنى نفسه. 121 قال لك عدم سقوط الالكترونات داخل نواة الذرة لوجود السبب ذاته، لوجود نفس السبب اللي يمنع الارض من السقوط داخل الشمس. وده بيوضح لك معنى ايه. وده جالك برضو 121 السبب بتاع دوت هو نفس السبب بتاع دوت. وبالتالي يا باشا احنا عملنا حجة منطقية؟ لا. قضية منطقية؟ لا. قانون علمي؟ لا يا باشا. احنا كل اللي عملناه زي ما اتفقنا، احنا عملنا مماثلة استقرائية او استدلال تمثيلي. ما اسمه استدلال تمثيلي واسمه مماثلة استقرائية. يبقى اما يسألك في المعنى العنوان بتاعه في عنوانه نفسه، اما يسألك في الفكرة العامة بتاعته او الهدف منه ايه. خد بالك برضه في نماذج السلف جابوا سؤال حلو قوي برضه على موضوع اللي يا باشا، على موضوع المماثلة دوت. نماذج السلف اللي فاتت سؤالك رقم 7. اما قال للعيال اليد في الانسان والجناح في الطير الوظائف مختلفة في كليهما على الرغم من اقترانهما بالأعضاء الأخرى للجسم. بيكلمك على اليد اللي في الإنسان والجناح اللي في الطير، وظائفهم مختلفة رغم ان هما الاثنين مرتبطين بالجسم. بيعد المثال السابق تفسير لدور الاستدلال التمثيلي في ايه؟ احنا قلنا عايزين نوصل لشيء غامض، وبالتالي هل نتوصل لحلول تقليدية؟ لا طبعا. اخلق مشكلات تؤدي لجمود المعرفة؟ ملهاش علاقة.
اكشف عن علاقه بين الاشياء المتعاقبه ملهاش اي علاقه. لكن هدف المماثله حبيبي لما اشرح شيء غير مألوف ونوضحه للناس، قدمنا استبصارات مهمه في العلم. وخد بالك ده برضو من هدف المماثله، تقديم استبصارات اكتشافات مهمه في مجال العلم. عارف زي مين؟ زي ارخميدس لما اكتشف قانون الطفو، لما شبه عمل مماثله ما بين لما كان نازل يستحمى غرس جسمه في الميه واتجه الذهب. وخد بالك المماثله بيكون بين شيئين ليس من السهل اكتشافهم، مش اي حد يكتشف الشبه ده، عشان برضه جاتك في الاسئله من الصعب اكتشاف الشبه ده، محتاج واحد عالم متخصص. ودي الاكتشافات العلميه زي ما ارخميدس ورذرفورد واتباعه وهكذا. ماشي يا حبيبي، دي برضه كان معلومه كده برضه عن المماثله. قال لك في 8 يقول ابن سينا: الانسان يقبل التعلم والفهم، والإنسان جسم والحيوان مثله في الجسمية، زيه بالظبط. ينتج عن ذلك أن الحيوان يقبل التعلم والفهم زي الإنسان. ده جت في النماذج. وساعتها قال لك يجسد القول السابق مع أن أنواع استقراء حدسي مش عندي. عارف يعني إيه حدسي؟ ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه، عمال اقول لك من الصبح. انتقل من حالة خاصة لحالة خاصة واحدة، ده مش في منهج خالص، خد بالك ما تشغلش نفسك بيه يعني. التام انتقل من عام لعام ما فيش فيه خالص. الناقص من خاص لعام ما فيش فيه خالص. لكن لما قالك ده زيه زي الانسان بالظبط، ده اللي اسمه الاستقراء التمثيلي او الاستدلال التمثيلي او الحجه بالمماثله او المماثله الاستقرائيه. دي كلها اسامي نفس الحاجه. ماشي يا باشا. سؤالنا رقم 9: الخفاش يصدر عند الطيران موجات فوق صوتيه ثم يلتقط انعكاسها من على اسطح الاشياء فلا يخطئ في التوجه في الظلام. وقد استخدم الانسان هذا المبدأ في تصميم الرادار. احنا شبهنا اللي بيعمله الخفاش باللي بيعمله الرادار. انا قلت ايه؟ انا قلت شبهنا. برافو عليك. ده جه في نماذج 21. ما دمنا شبهنا حالة جزئية بحالة جزئية تانية، ده مش استقراء تام. التام من العام للعام. ده مش الناقص قلنا من الخاص للعام. ده مش الحدسي لان الحدسي ما بيشبهش، انما اللي بيشبه يا حبيبي هو الاستقراء التمثيلي. تعال بقى نقول لك اخر سؤال في الحجه بالمماثله وفي الحجج عامه. عندما يقوم الشخص بالحكم على اللبن غير النقي بانه يسبب حمى التيفود قياسا على الماء غير النقي، عارفين قياسا على تشبيها دي الماء غير النقي الذي يسبب هذه الحمى. اما نقول اللبن غير النقي هيسبب حمى زي الميه غير نقيه، زيه بالظبط يا باشا. معنى كده اللي احنا ما عملناش استنباط رياضي ولا عملنا حجه استنتاجيه ولا عملنا قضيه منطقيه. طبعا ما تالفش وتهبل، انا عارف هبد سيادتك. احنا كل اللي عملنا هنا استدلال تمثيلي وحجه بالمماثله. ماشي يا حبيبي. ادي فيديو كده برضو صغير في كل اسئله الحجه المنطقيه استنباطيه واستقرائيه والمماثله. ماشي يا غالي. استنى مني الفيديو الجاي للجزء الجاي في الاستقراء. السلام عليكم.